الواد ده كان معاهم يا خضري. في الواد اللي اسمه نوشه يالا. عاوز نوشه؟ حاضر هجيبهولك يا حبيبي. قوم يا بدل ما اديك طلقه في رجلك. قوم معايا يا واد عشان ما تهنش نفسك. بس انا جاي معاكم. يلا يا حبيبي. عرو. يلا يا حبيبي. احلى مسا عليكم يا رجاله. احلى مسا عليكم. يا ريس، الناس بتوع مشكلة العربية جم وخدوا جودة من الأرض. خطفوا جوده؟ جوده؟ وطر العربيه. طب وبعت له لوكيشن يا اسطى. تمام ماشي. المصلحه اللي انت وجوده جايبينها العربيه بتاعت الراجل. الناس راحت الارض كانت جايه ترفعنا رفع الجوده. مستني اللوكيشن. قلت للواد اقطره. ما بيكتبوليش. اثبت يوم فين الواد اللي انتوا واخدينه؟ اتكلم في راسك. هو ربنا مع الناس خالص. ربنا قلت له ما ياخدش جوده. خلاص يا سفاح. وقف يا العين اللي تغفل تستاهل خرقها. وانت خفلت وانا خلقت عينيك. هتحل معاه ولا عينك؟ عايز بقول لك ايه يا لوشه؟ عايز تحل؟ هنحل من غير اهانه. انا معلم وليه اسمي في السوق. انا ما عملتش معاك حاجه وحشه. دخلت عليك برجوله وجدعانه. قلت لك الواد ابن اخوك مهجر عربيه وعامل بيها حادثه. الراجل مش قالوا 200,000 جنيه تصليح. انت ولا عايز تصلح وعايز كمان تاخد الوصولات اللي حضرتك ماضيين عليها عشان خاطر العربيه كده؟ لا وفي الاخر جاي ترفع سمين. طب هكسرك. ما تيجي انت خالد وتعان. هات الوصله ب 200,000 جنيه. فهمت؟ يا نوشه ده نوشه كتير عليا قوي كده يا نوشه. مش همضي على الكلام ده. لو ما مضيتش هضربك بنار في دماغك. خلاص يا نوشه. انت خلاص يا نوشه همضي. اديله الوصل. جوده فين؟ موجود يا نوشه. يخلص طيب. موجود في المغاره دي. يخلص طيب. امشي يا عم. طب الوصولات يا باشا اللي انا ماضي عليه. حضرتك هتصلح العربيه اللي عندي. هتديها لي. ماشي. هديك ال1,200,000 جنيه الوصولات اللي عندي. ماشي. والعربيه وهي واقفه هتدفع ايجار كل المده اللي كانت واقفه فيها. ماشي يا باشا. هات لي بقى وتخلص. تعالى يا معلم تعالى. ابونا يا عم جوده اقعد يا انت. اهو بس دارك يا حبيبي. معلم نوشه فين؟ هو في ايه؟ اصطبحنا واصطبح الملك لله. نايبه ها؟ تعالى بس عاوز البياع.
طب استنى انا قاعد هناك، تعالى اتفضل يا اخويا. وصلك شمال ماليش في الكلام ده عشان بس انا قلت لك شمال. روح يا عيسى انت هات الحاجه. خلاص نروح فين تاني؟ بص هو بيضحك ازاي بس مجنون ما بيفهمش. وعايز اقول لك على حاجه هيحل. تشربوا ايه بس يا رجاله؟ حبيبي يا ريس شاكرين. اسمع مني وهتسمع الكلام وهتتكيف. هو باين عليه كمان. هتشوف دلوقتي. اهو جاي ها. نور الدنيا يا اخويا. عامل ايه؟ الحمد لله يا ريس. بص يا اخويا، انت معاك وصولات بمليون جنيه. تمام. حق العربيه. صح. انا هخش معاك الحوار ده. اخواتي قالوا لك مصلحه، ماشي دي مرزقتي. سيبك من اتفاق اخواتي مع احترامي ليهم. المرضيه اللي هتطلع منك بعد ما خلصت لك الحوار احنا راضيين بيها. بس انا مش هاجي عليك ولا هاجي على الناس برضه، هنحل بما يرضي ربنا. امين؟ في اي خلاف هيحصل هناك صغروني او مكاني. لا. تمام يا معلم. انت ميعادك دلوقتي مع الناس ها؟ تمام. يلا. يلا بينا معاك. صباح الفل عليك يا اخويا. احلى صباح عليك يا اخويا. وامرني. ايه يا عم المقابله دي يا عم؟ ما علينا. انا جاي لك بخصوص العربيه البي ام اللي اخوك عامل حادثه بيها، والواد معايا بره وجاي حلو. هات الواد. حسني خلي بالك هاخد منك الوصولات ومش هحلك. هو انت ما تعرفش حاجه عن مقابله الناس؟ ما تقدر يا عم دخلتنا. بعد اذنكم يا جدعان. بص يا اخويا، الراجل داخل معايا وداخلين مكانك بأدب واحترام. هتعديك معايا هفوقك. سيبك من الكلام ده. عايز تدور قصه ندورها. هو انت اخويا وانت جاي مش عارف جاي لمين وعند مين؟ هو انت ما تعرفنيش ولا طب ايه؟ اسمعوا بقى. انا مش عايز كذب وما باكلش من الكذب ده. انا هعرض عليك حلين. الحل الاولاني هتصلح العربيه، وكل يوم العربيه واقفه فيه هتحسب لها ايجار. الحل التاني هنجيب سمكري هيقيم سعر الحادثه، هتديله الفلوس وهتحاسبه على كل يوم ايجار. غير كده يبقى انت بتيجي على الغلبان، ولو جيت على الواد ده انا راكب اسال عليا اي حد. حصل؟ حصل يا ريس. اسف. مفيش منه الكلام ده يا معلم. مش هينفع. ولو قلت لك ان انا مش هحل والوصولات هجيبها. اسمع بقى، انا مش عايز هري كتير. الوصولات معايا 24 ساعة. ما جيتش حليت معايا الوصولات دي هتترفع، وكل يوم هحاسبك عليه العربية واقفة ايجار، وانا هوريك اللي انا هحل والواد يخصني. يلا يا رجاله. براحتك بقى. فكر. ايه يا معلم؟ احنا ليه ما دورناش مع الراجل ده وجبنا رجاله دلوقتي؟ بقول لك يا بلال، انت مش هتعلمني شغلي. انا كده الواد ده هجيبه. انا عايزك تجيب لي قرار الواد ابو شعر اشقر ده، وكده الواد صاحب العربيه هرفعه ولا ايه؟ اللي انت شايفه.